اللي هيقوله حسن حاليا هو المكان اللي هنروح. ولما بتتوه ما بتعرفش هتعمل ايه، يعني عمرك ما هتعرف هتعمل ايه الا لما تخلص بقى التوعان ده كله وتوصل لنقطه ساعتها بقى ترسم. حاليا جالي ميعاد ان انا اروح اقابل احمد في سكنات المعادي. الساعه دلوقتي 10 وحشني. سكنات المعادي الدنيا زحمه النهارده قوي 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 عشان الاجازه بس 6 اكتوبر وكده. بس انتوا طيبين. النهارده جاي لكم في فندق جديد نذاكر في مكان زي ورك سبيس كده ويكون هادي. كان شباب حاسبات بنهتم بيكون الانترنت سريع عشان الفيديوهات بقى يعني الرندره ونحمل حاجات ونفتح حاجات والجو ده بقى. فيلا بينا. في الحقيقه يا جماعه انا ما كانش جاي مني اصور خالص النهارده، بس بقالي كتير مأجل الفيديو، يعني تلاقي في ديلي يحصل في الفيديوهات. يعني الفيديو ده نازل متاخر شويه انا عارف، بس جيت فوجئ كده قلت لازم نصور. يعني منطفي يعني تحس انت كده ايه مش عارف هتصور ايه، بتقول انت هتصور ايه الناس، بس انت محتاج يعني تحط نفسك بس ايه فوجئ. فده اللي انا عملته دلوقتي، فتحت التليفون وانا نازل قلت لحسن احنا بنصور هو كده خلاص بقى، وانت دماغك تتسيستم بقى تعيش وتتعايش. فعشان كده النهارده رايحين نذاكر في وركينج سبيس زي ما حسن قال. في الحقيقه احنا مش عارفين احنا رايحين فين، اللي هيقوله حسن حاليا هو المكان اللي هنروح يا جدعان ورك سبيس فاتح جديد. احنا قررنا نروح عشان احنا كنا من جامعه حلوان وهو عامل خصم 50% لطلاب جامعه حلوان. يا باشا انت هنا ايه بقى، كوفي كورنرك بقى عشان بقى احلى مشاريب واحلى حاجه. الشباب بتسأل الفترة دي وليد دوكيومنت كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه تحديدا في الاجازة؟ خلينا اجاوب على كم نقطة كده. الاجازة اللي فاتت دي كانت بالنسبة لي كنت تايه قوي بصراحة. انت عارف انت في فترات كده في حياتك بتيجي وانت عارف ان انت تايه، دي في اي وقت في وقت عشوائي، ولما بتتوه ما بتعرفش هتعمل ايه، لان عمرك ما هتعرف هتعمل ايه الا لما تخلص بقى التوعان ده كله وتوصل لنقطة ساعتها بقى ترسم. انك عمرك ما هترسم لو تهت جامد. وخلينا اقول تحديدا كنت تايه في ايه بالظبط. انا اساسا المفروض ان انا باك حاليا بقالي تقريبا سنتين ونص بذاكر. مثلا من اول سنه ونص كده ابتديت اقدم على شغل، اللي بقالي مثلا سنه بقدم على شغل. فالموضوع كان بالنسبه لي بقى ان انت ايه يعني عمال بتذاكر بتعمل مشاريع بس بتقدم على شغل قريب ما بتوصلش للحل. ما كنتش عارف هل انا مثلا ماشي صح ولا مشكله من عندي ولا مشكله ان انا مش عامل مشاريع كفايه ولا ايه بالظبط. فمن الحته دي بقى انت لما بتبقى مثلا رايح لنقطه النقطه اللي انت رايح لها دي اتاخرت فيها جامد، تبتدي بقى تسال نفسك انت ماشي بقى باستراتيجيه غلط ولا ايه الموضوع بالظبط. كان الموضوع بالنسبه لي مش فاهم. انت عارف انت في فترات كده في حياتك بتاعت ايه. في الحقيقه انا مش عارف هل انا ماشي صح ولا غلط، بس انا حاليا بحاول اعمل مشاريع اكتر، لان مثلا الناس اشتغلت بتقول لي انت محتاج تعمل مشاريع اكتر برضه. انا تقريبا عامل لغايه دلوقتي 4 أو 5 مشاريع. مش عارف برضه ممكن ما يبقاش العدد كفايه، لان مشاريع مشروع ممكن تسميه مشروع لازم السكيل بتاعه يبقى محترم. بحس ان انا محتاج ان انا اشيل مشاريع واحط مشاريع ثانيه في السي في على اساس ان ايه الموضوع يبقى احسن. وجينا هنا زي ما انتم شايفين كده نكسر ملل الحياه، جزء من النيل والعربيات والزرع الاخضر، فحاجه كده ايه راحت بال وهدوء اعصاب، فحاجه كده محترمه. الساعه دلوقتي 9 ل 10 وذا هارد داي. حاليا جالي ميعاد ان انا اروح اقابل احمد في سكنات المعادي. انتوا لازم تيجوا معانا بصراحه، لان طالما احنا بدانا الدوكيومنتري لازم ناخدكم لاخر احداث اليوم، بعد كده نقفل الدوكيومنتري عشان تبقوا معانا لحظه بلحظه. الساعه 9 ل 10 انا هتحرك وبتاع ماما اروح المترو كده. المهم ابقى في السكنات يعني مثلا على سكه 9 او ممكن على 9 ونص كده 10 الا تلت كده يعني. فور بانك ده اعلان غير مدفوع الاجر ابدا لشركه رايمو في النافذ قوي. اعلى الحاجه اللي منها في بعضيها. بص 3 وصلات يا باشا، ايه السامسونج القديم والايفون والتايب سي. فانت الموضوع معاك خلصان 10000 ملي امبير 22.5 واط، يعني الايفون بتاعك ايه هاشم في ثانيه زي سرعه الصاروخ. بصراحه اقوى حل لاصدقاء الايفون 10000 ملي امبير، يعني بيشحن تليفوني 5 مرات، لان انا معايا ايفون بطاريته 2000. خش انت عند الثاني.
صور فيديو مع احمد لسه جاي حالا بالا. الزمره رجاله عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 10 يا جماعة في وحشني. سكنات المعادي، حيث الأجواء الليلية في مصر شغالة ما بتنامش. هنقعد قعدة رايقة كده، نقعد حبة ندردش على ام بعد كلثوم، كده على القهوه بعد كده بتاعتنا. نروح ننام بقى عشان هو عنده شغل بكرة وأنا بالظبط عندي كده. جامعة. سبحان الله الشارع حاوي كأنه مثلا الساعة 1 لا ما الظهر. تتقل شويه، اديها ساعه كمان. والله يفضل حاوي أكتر، لا فاهم؟ اديها ساعه. الناس تحب تنزل بالليل. ازيك يا عم احمد؟ الدنيا زحمه النهارده قوي 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 عشان الاجازه بس 6 اكتوبر وكده. بس انتوا طيبين. بقول لك قول حاجة بمناسبة مصر 6 أكتوبر. مصر بلد جميل، دول ثلاثي سنه 73 الحمد لله يعني. وتحيه للسادات يعني، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. يا عم هنقول ايه طيب؟ يا جماعة وفي شوارع المعادي ليلا بنتمشى عشان مروحين وقمنا من شوية، فمن عند هذه اللحظة أحمد هيقفل الدوكيومنتري بتاعنا. نشوفكم ان شاء الله دوكيومنت جديد وفلوج جديد. سلام. يا جدعان ممكن سبيس فاتح جديد. الستايلنج بتاعه الستايلنج ايه هو ويت بيج. أقوى حل للمنافسة، أقوى حل. الوضع ريلاكس خلاص. خط إيه؟ بارليف عملوا فيه إيه؟ مش عارف، بس انا بسمع اللي هو خلصوا عليه. أيوه راح يعني حصل له إيه؟ احتلناه يعني، كان اسرائيل واخداه مننا واحتلناه على دراستي يعني، حد ادنى دراستي يعني في التاريخ يعني، اللي احنا احتلناه يعني. خلينا الخط. احتلنا الخط. ما حصلوش أي حاجة تانية؟ لا خالص؟ لا كويس يعني. احتل يعني عادي سيبنا بس. خدناه هو وسينا مع شرم الشيخ يعني. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ 6 اكتوبر فده يوم عظيم جدا يا جدعان. قول حاجة مفيدة يا ابني. ما هو ده المفيد اللي عندي والله، مش فاكر حاجه في التاريخ والله. بس احمد ورابي كان كويس في 73 يعني. لا نشوفكم إن شاء الله، نشوفكم إن شاء الله في دوكيومنتري كتير. نشوفكم ان شاء الله في ايه؟ قول بس قول. دوكيومنت كتير. ده انجليزي. نشوفكم ان شاء الله في دوكيومنت جديد. نشوفكم ان شاء الله في ديوكيو ايه. اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت اسكت يا ابن